قعدت 6 شهور 6 ايام في الاسبوع 6 ساعات في اليوم اتعلم كمبيوتر بروجرامينج. ازاي بقى نغير الموضوع ده من جوه السوق ذات نفسه؟ اكون يعني كذاب تماما لو قلت لك ان انا كنت متاكد، ولكن كنت شايف ان في فرصه. طيب شايف انه البروب تك ممكن تبقى في يوم من الايام ريد اوشن؟ مصر في ال10 سنين اللي فاتوا في اكتر من 30 مدينه جديده اتبنت. ايه الحاجات اللي انت شايف اللي هي ناقصه في سوق تكنولوجيا العقاريه او تكنولوجيا العقارات ومستعد تستثمر فيها لو لقيت فكره متميزه فيها؟ يعني هو البروبتك هي التكنولوجيا العقاريه. الاي اي دلوقتي بيعمل كل حاجه، هو ما استناش حد يدخله. ازاي اصلا اشرح لواحد الفرق ما بين الاستثمار التشاركي والتايم شير؟ المهندسين المعماريين اللي بيشتغلوا اوتوكاد دول مش هيلاقوا شغل قدام. مستقبل السوق العقاري هيختفي؟ لا مش هيختفي. الكلام عن سوق العقارات ما بيخلصش، بالاخص اللي احنا ممكن نتكلم عن الريل استيت وعلم النفس، ممكن نتكلم عن الريل استيت والماركتينج، ممكن نتكلم عن الريل استيت وكمان التكنولوجي. عشان كده ليدز كاست هو المكان المناسب، لان احنا بنتكلم معاكم عن كل حاجه ليها علاقه بالريل استيت لكن مع اكبر الناس في المجال. حلقه جديده من ليدز كاست وانا باسم كميل، ومتحمس جدا لحلقه النهارده لان انا النهارده مشرفني باسم الشربيني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركه اتقان كونسلتنسي. مساء الفل. اهلا وسهلا. انا عايز اقول لك كده في البدايه انا متحمس قوي لحلقه النهارده ل3 اسباب. اول سبب اللي احنا اتنين باسم في الحلقه. تاني سبب انه حياتك الشخصيه ومن اول ما بدات المجال او من اول ما بدات الشغل لحد النهارده قصه تدرس الصراحه، وهنتكلم في ده لان انت اشتغلت في كاريرز كتيره قوي لحد ما وصلت اللي انت فيه النهارده. ده غير كمان اللي احنا هنتكلم عن التكنولوجي، وانا التكنولوجي ليها مكان عزيز جدا في قلبي. فانا متحمس لحلقه النهارده. بس في الاول انا شخصيا عايز اعرف من اول معمل كيمياء لحد مشروع بيتزا. ايه ده انت جاي من بدري قوي كده. لا عارفين عنك كل حاجه كل حاجه، لاوراكل لحد ما وصلنا للرئيس التنفيذي ومؤسس شركه اتقان كونسلتنسي. ازاي اصلا بدات الحكايه بالنسبه لك يا باسم؟ طيب انا كمان متحمس يا باسم. ايوه هنتلخبط النهارده في الحلقه كتير. لا مش هتلخبط، الحكايه سهلين على نفسنا خالص. واول حاجه عشان احنا باسم البواسم كتير. اوعى تكون برج الجوزاء كمان. لا خالص انا ميزان كده. طيب بص انا خريج علوم كيمياء، لكن عمري ما كتبت معادله ماليش علاقه بالكيمياء خالص. اوكي. الكلام ده من 25 سنه دلوقتي. أوكي. من سنه 2000 انا خريج علوم كيمياء 2000. ولكن مع ايامها كان في طفره في تقدم في التكنولوجي في مصر. يعني كان فكره التطور التكنولوجي ودعم الشباب عشان يتحركوا في اتجاه التكنولوجي بغض النظر عن تخصصاتهم كانت ترند جدا في مصر ايام الدكتور احمد نظيف ما كان رئيس وزراء، وكان عاملين مبادره حاسب لكل بيت، وعاملين مبادرات بتاعه اوراسكوم مع الشركات الامريكيه كلها عشان يقدروا يعملوا دورات تدريبيه لتأهيل الشباب لسوق العمل باستخدام التكنولوجي. اوكي. فالحمد لله كنت انا من اوائل الناس اللي دخلوا الكورسات ديت والبرامج التدريبيه ديت. قعدت 6 شهور 6 ايام في الاسبوع 6 ساعات في اليوم اتعلم كمبيوتر بروجرامينج، وخرجت منها اوراكل سيرتيفايد بروفيشنال، وكنت بروجرامر بكتب كود، يعني بعمل برامج اوراكل، كنت اوراكل ديفلوبر يعني. وكنت حريص على ان اشتغل بقى. فانا في الاول كنت خريج علوم كيمياء عايز اشتغل في شركات الادويه عشان اجيب عربيه شاهين فطبعا قالوا لي انت خريج علوم ما ينفعش، لازم بتوع صيدله او طب هم اللي يشتغلوا عندنا. صح. فرحت درست بقى سنه كامله تكنولوجي عشان اشتغل بقى مبرمج كمبيوتر. فرحت اشتغل في الشركات، رحت جيزه سيستم، رحت شركات كتير جدا. قالوا لا والله احنا عايزين هندسه او حاسبات ومعلومات، مش محتاجين حد برضو بتاع علوم كيمياء عشان يشتغل عندنا. فدي كانت ازمه بالنسبه لي. لكن في الاخر احنا، ودي دايما بنقولها لكل الشباب، يعني في الاخر انت حاول تدور على طريقك اللي هتنجح فيه وهتبرز فيه بغض النظر عن تخصص دراستك اللي ممكن تكون خدت قراره في الثانوي وانت مش قد او مش هو ده السكه اللي انت عايز تمشي فيها، وانت لسه مش عارف انت حابب ايه. بالظبط. ففي الاخر الحمد لله اشتغلت بعدها في كمبيوتر بروجرامنج في شركه من الشركات كانت من اكبر شركات الميديا في مصر، شركه ART راديو تلفزيون العرب. وقعدت فيها 5 سنين، ولكن ما كانش ده برضو اللي انا محتاج اكمل فيه، لان كان فكره الكرياتيفيتي وسقف طموحي وداني ناحيه الماركتنج شويه. فبدات اميل ماركتنج لحد ما خدت قرار ان انا استقيل ورحت اشتغلت في نوكيا. اوكي. از ماركتنج اكزيكتيف، وطلعت بقى جوه نوكيا شويه. كنت شغال في شركه من اكبر وكلاء نوكيا في الشرق الاوسط، شركه i2.
وكنت من الفريق المؤسس بتاعها في مصر يعني. والحمد لله طلعت من ماركتنج اكزيكتيف، سينيور ماركتنج اكزيكتيف، ماركتنج سوبرفايزر، ماركتنج مانجر، وبعدين مسكت ماركتنج مانجر في مصر والسودان والسعوديه، براند مانجر في السعوديه. وبعدين مع الريسيشن و2008 والازمه الماليه العالميه سبت الموضوع وفتحت الستارت اب الاولى بتاعتي، وكانت أوكي. فرانشايز بيتزا. ايوه انا عايز اعرف موضوع البيتزا ده عشان اصلا واحنا بنعمل ريسيرش انا جعت حبتين 3 يعني. كان فرانشايز بيتزا من بريطانيا وفتحته في السعوديه، اوكي. وبالشراكه يعني مع بعض الشركاء يعني. وده كان اول تجربه بقى ان انا افتح بزنس يعني. وقعدنا 2.5 سنين تقريبا، وبعدين جيت دخلت قطاع العقارات والريل استيت هنا في مصر بقى في 2011 تقريبا. اوكي. اعتقد الكلام اللي باسم قاله بيثبت لاي حد انه افضل دور على حلمك، وافضل دور على الحاجه اللي انت شاطر فيها وحاببها في نفس الوقت، وهتنجح فيها في الاخر مهما غيرت كاريرز، لان زي ما شايفين باسم غير كاريرز في حتت كتيره جدا. ايه اللي خلاك بقى انك تشوف انه الانترنت في التسعينات فرصه مش وسيله تسليه؟ والله فعلا الفكره في انك دايما تبقى مش ماشي بنظريه الهيرد ثيوري، مش ماشي ورا هو مين الترند، مين اللي بيعمل ايه دلوقتي وتجري وراه. في بدايه الموبايل التكنولوجيا عامه هي بتمر بويفز، صح. وكل ويف بعد ما بتنتشر بتبقى ضروره. بمعنى في اوائل التسعينات كان الانترنت كان لسه جديد، فكان اللي بيعمل ايميل ده بالنسبه له رفاهيه. انا عامل ايميل بس مش عشان حاجه، فكنت انا بقعد اعمل ايميلات لاصحابي، ولما اعمل له ايميل كده عملت له هديه عشان هو هيستخدمه في حاجه فعلا فانتزي تماما. نفس الكلام بالنسبه للموبايل. الموبايل ده قبليه كان التليفون البيت، كان في تليفون بيت في كل حي تقريبا، والناس كلها بتروح تعمل تليفوناتها من نفس البيت ده. لما التليفون البيت انتشر وبقى في كل البيوت بقى ضروره بالنسبه للناس. ده التكنولوجيا اهو. الموبايل كان ناس قليلين اللي معاهم الموبايلات، وكان سعرها غالي وسعر الخطوط غاليه وكلام من ده، فكنا بنبعت لبعض رنه والتاني يرد عليه برنه وما شابه. لما انتشر بقى ضروره في حياه الناس. صح. دلوقتي نفس الكلام بالنسبه للسوشيال ميديا، الفيسبوك وكل السوشيال ميديا بلاتفورمز. بس هي دي الفكره، في ناس قليله قوي اللي بتعرف تشوف ان الحاجه دي هيكون ليها مستقبل كبير، او الحاجه دي هتبقى منتشره جدا. ايه اللي خلاك تتاكد ان الانترنت هيكون مكتسح العالم؟ لا اكون يعني كذاب تماما لو قلت لك ان انا كنت متاكد، ولكن كنت شايف ان في فرصه حقيقيه هتحصل من وراء التكنولوجي. زي الاي اي دلوقتي. ما هو الاي اي دلوقتي الناس بيتعاملوا معاه على انه لاكجري، لكن هو بمجرد ما هيبدا ينتشر دلوقتي السنه دي غير السنه اللي فاتت في استخدام التشات جي بي تي وكل التولز بتاعت الاي اي. صح. الناس بقت بتتعامل معهم على انه بقوا جزء من حياتهم العمليه، في حين ان هو كان السنه اللي فاتت معاك انفيتيشن، انا معايا انفيتيشن، كان الحياه لاكجري تماما. صح. فهو بعد الانتشار بقى ضروره في حياه الناس دلوقتي. قدام شويه التولز دي برضو هتتحول لانها هتبقى جزء من حياتهم. ففي الاخر هي التكنولوجي بمجرد ما بتنتشر بتبقى ضروره في حياتنا. طب وانت شايف انه اي رائد اعمال، بما انك عديت في كاريرز كتيره قوي، اي رائد اعمال لازم يعدي كده في مرحله العجين اللي هو بيشتغل فيها بايديه بجد، ولا لا مش لازم يعدي فيها؟ انسى موضوع البيتزا ده. لا مش قادر انسى موضوع البيتزا ده خالص صراحه. طبعا هو لازم اي رائد اعمال. انت لو بتتفرج على فيلم السينما بتاع انشاء مشروع ونجاحه، وتقعد تتفرج على فيلم ماكدونالدز وتشوف الراجل وهو بيبقى احسن صح. حد في الدنيا، انزل بقى اعمل ماكدونالدز. كان زمان كل الناس عندها ماكدونالدز. يعني الموضوع بيبقى محتاج فعلا انك لازم تنزل على الارض وتشوف من تحت لفوق انت البيزنس بتاعك ده الكور اسنس بتاعته ايه، وهو التفاصيل والتكس اند تريكس والمشاكل اللي هتحصل لك فيه ايه، وازاي هتقدر تتخطاها وهتعدي الكلام ده ازاي. الكلام ده عمره ما هيجي بالورق، وعمره ما هيجي بانك تبقى عرفت بس ان الكلام ده بيحصل ازاي وتروح كان زمان كل الناس بقت لعيبه كوره في الاخر. اللي بينزل الملعب هو المختلف تماما، اللي بيتعب، اللي بيشتغل بايده بجد، اللي مرحله العجين. ايوه مش هنسى، مش هعدي موضوع البيتزا الصراحه. طيب بما ان برضو انت عديت في مراحل كتيره جدا في الكارير بتاعك، لكن اكيد في فتره كده عرفت انه الشغف مش كفايه لوحده، لازم تقول لا كفايه كده، انا لازم اركز على شغفي والحاجه اللي انا هبقى شاطر فيها. والله بص يا باسم، شغفي والحاجه اللي هبقى شاطر فيها والحاجه اللي السوق عايزها. يعني خلي بالك من حاجه مهمه جدا،
لو جرينا ورا موضوع الشغف ده، مم. 3/4 الشباب الصغير دلوقتي والانتربرونيرز والستارت ابس اللي بيعملوها والكلام ده كان كلها نجحت. اوكي. لان مفيش حد بيعمل ستارت اب الا لما بيكون قاعد ناقص يعمل تمثال للفكره بتاعته وهو بيبدا فيها. مم. فده بيبقى وراه شغف كبير جدا، بس الشغف مش هو اللي هينجحك. ومور ذان 60 to 70%، ما اعرفش النسبه كام بالظبط، من الستارت ابس بيحصل لها فيلير، بتبقى فيلير كيسز وما بتكملش. اوكي. هل ده كله عشان نقص التمويل بس ولا عشان الشغف بس؟ لا، جزء كبير منهم مش اقل من 50% من الستارت ابس دي بيبقى مش دارس ان السوق محتاج الفكره بتاعته ولا لا. هي عجباه وعنده شغف بيها، يعني الفكره هي عجباه وعنده شغف بيها. انا عندي فكره بريليانت مم. واقعد واحلم بيها واشوف قد ايه هي كرييتيف جدا ومفيش احسن من كده، مم. بس هو السوق عايزها ولا لازم مش يكون عايزها. في دراسه للماركت. فلازم يكون في مع الشغف معايا سكيلز ومعايا خبره ومعايا خبره في الدومين. مم. يعني انا لو انا جورو في التكنولوجي وما عنديش خبره في الدومين بتاع الاندستري اللي انا رايح عليها، فانا هبقى تكنولوجي واخد البيزنس بتاعي فروم تكنولوجي برسبكتيف، فممكن ما ينجحش. والعكس صحيح. لو انا عندي خبره عظيمه في البيزنس بتاعي ورايح اعمل حاجه تكنولوجي انيبل وهتبقى مرتبطه بيها ومعيش حد فاهم يعني ايه تكنولوجي، هطلع حاجه. فلازم يحصل حاله من حالات الدمج اللي توصل الموضوع للنجاح. فالشغف بس مش هو اللي هينجحني، مش كفايه لوحده. مهم جدا طبعا، ولكنه في الاخر مش هو بس اللي هينجحني. عندي حاجات أوكي. كتير تانية وعوامل تانية كتير. بس انت وصلنا بقى لمرحله انه من 2010 او 2011 انت جمعت الشغف باللي السوق محتاجه، ووصلنا لتكنولوجيا العقارات والبروبرتي تكنولوجي او تكنولوجيا العقارات. انت قلت ان هي في مصر مش قطاع مستقل لحد دلوقتي، لكن هل ده معناه انه لسه بدري عليه اللي احنا نوصل له في مصر، ولا ده وقته الحقيقي دلوقتي عشان السوق محتاجه دلوقتي؟ طيب، زي ما اتفقنا كده، كل اندستري بيبقى فيها العوامل المساعده لنجاحها. ماشي. في الاخر الفinTech دلوقتي بقى جزء اصيل من السوق المال في مصر وفي المنطقه وفي العالم. صح. السوق العقاري او القطاع العقاري في مصر more than 20% من الدخل القومي المصري في الاقتصاد المصري. 20% من الاقتصاد المصري أوكي. هو له علاقه بسوق العقارات والقطاع العقاري. أوكي. بكل صناعاته بقى. احنا في الاخر المطور العقاري ده وهو بس بسم الله الرحمن الرحيم قررنا نعمل مشروع في اكتر من 100 صناعه شقيقه ومنبثقه بيخدم عليها المشروع ده. أوكي. من اول بقى شركات البروكر اللي بيشتغلوا، وشركات التطوير نفسها والموظفين اللي هيبقوا فيها، شركات المقاولات اللي هيبنوا، شركات التكنولوجي اللي هيعملوا لهم الCRM اللي هيشتغلوا بيه، شركات النجارين والحدادين وكل الناس اللي بيشتغلوا، العمال اللي بيشتغلوا عشان يبنوا المشروع، شركات الفاسيلتي وشركات الالكتروميكانيكال والتكييفات. ففي 100 صناعه بتشتغل حوالين فكره ان في مطور عقاري قرر يعمل مشروع. صح. فاذا القطاع العقاري هو قاطره من الحاجات الاساسيه في قياده الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا. انا بتكلم على مصر. أوكي. 20% من الدخل القومي ده طبقا لاحصائيات مجلس الوزراء طالعه من القطاع العقاري. أوكي. حلو. النقطه الثانيه، مصر في ال10 سنين اللي فاتوا في اكتر من 30 مدينه جديده اتبنت. حقيقي. في ال30 مدينه الجديده دي اتبنوا مؤسسين بانفراستراكشر ان هي تبقى مدن جيل رابع وجيل خامس، فبالتالي الانفراستراكشر للتكنولوجي موجوده. ماشي. النقطه الثالثه، مصر من ايام الفراعنه كانت الرقعه العمرانيه فيها لا تتعدى 7%. حقيقي. في ال10 سنين دول اللي حصل، ال7 بقت 14. يعني احنا ضاعفنا الرقعه العمرانيه في مصر في ال10 سنين منذ تاريخها. عملنا قدها 10 سنين. في 10 سنين. أوكي. فده نهضة عمرانية عظيمة حصلت. الكلام ده كله محتاج انه يعني ده ميديم وماركت كبير جدا. لما تيجي تعمل له معرفش اللي هي أتممة
او تعمل له اوتوميشن اوكي لكل السايكل بقى بتاعه التطوير العقاري من اولها لاخرها، هتلاقي 500 الف تول في البروبتك. بقى التولز والسوليوشنز كتيره جدا جدا جدا. كل ده عندك ماركت وعندك ميديم وعندك ناس تقدر تستخدمها ومحتاجاها. فلذلك دي هي الفرصه الحقيقيه. الفرصه الحقيقيه ان الماركت موجود والتطوير ليه بالتكنولوجي متاح. الفكره ان الناس تشوف التكنولوجي عشان تاخدها تركبها على البازل بتاع الماركت عشان يشتغل. اوكي. فلذلك الفرصه موجوده، وفرصه كبيره جدا 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 في السوق المصري للكلام ده. يعني الفرصه موجوده، لكن انت شايف انه استقبال الناس او ان هم يكونوا عندهم قابليه ويكونوا مستريحين اللي هم يستخدموا حاجه زي البروب تك بنسبه كام في المية لحد دلوقتي في مصر؟ ما اقدرش اقول نسبه، ولكن الناس متقبله ده بشكل كبير جدا، لان الناس بقت فاميليار مع التكنولوجي ومع التطور. والناس اهالينا دلوقتي بقوا مش زي زمان اللي هو التكنولوجي كان بالنسبه لهم في ريزيستنس لاستخدامها، لكن دلوقتي بقى خلاص الناس بتستخدم ده بشكل كبير. طيب والنقطه الثانيه والمهمه ان الاجيال اللي طالعه في سوق العمل دلوقتي هي اصلا تكنولوجي بيز اصلا، صح. هي تكنولوجي بيز اساسا. فبالتالي كان زمان برضو المهندس، انا الجيل بتاعي كانوا كلهم كان امنيه حياتي اخش هندسه عشان اشيل المسطره الحرف تي بتاعتهم دي حقيقي. اللي هم كانوا بيروحوا بقى الجامعه ويرجعوا بقى من الجامعه ويروحوا بقى انا كنت ماشي بلطويه زي بتوع الصيادله والدكاتره، فكنت مبسوط برضه. لكن كانوا زمان بيرسموا بمسطره حرف تي، والسبوره بتاع المكتب المرفوع لفوق ده زي بتاع صلاح ذو الفقار في أيوة. مراتي مدير عام اللي هو الكبير ده، ويقعد يرسم عليه والكلام ده. بعديها بقى في اوتوكاد. بمناسبه من الشغلات اللي اشتغلتها اول ما اتخرجت ان انا كنت برسم اوتوكاد. رحت اتعلمت اوتوكاد، ما كنتش اعرفه. اوكي. بس كنت عايز ادخل اي دخل لحد ما الاقي شغل. بس اوعى تكون اشتغلت مذيع وانا ما اعرفش مثلا في مرة. ماشي. كنت رحت اتعلمت اوتوكاد وكنت برسم مدارس لهيئه الابنيه التعليميه، المدرسه ب5 جنيه. اخدها من على الورق ارسمها على الاوتوكاد واديها لهم على ديسك فلوبي ديسك كده 3.5، المدرسه ب5 جنيه. اوكي. قعدت كده حوالي 6 شهور يعني. فالاوتوكاد كان خد مرحله من حياه الناس ان ده، ما ده جزء من البروبتك، انك تحول الرسمه لانها بتترسم بتول. صح. دلوقتي الاوتوكاد بقى اوت ديتد. اللي بيشتغلوا اوتوكاد دول المهندسين المعماريين اللي بيشتغلوا اوتوكاد دول مش هيلاقوا شغل قدام، لان بقى في حاجه اسمها البيم وبقى في حاجه اسمها الريفت وبقى في حاجه. فالتكنولوجي ماشيه معاك والناس بتتحرك معاها، لان الاجيال اللي طالعه كلها تكنولوجي بيز. فبالتالي في فرصه كمان وقابليه، لو برد على سؤالك، في قابليه لاستخدام التكنولوجي وبشكل كبير جدا واسرع مما نتخيل. ففي مصر احنا عندنا احتياج لده دلوقتي وفي سوق للبروب تك دلوقتي. طب تعالى نسرح بخيالنا كده لقدام. شايف انه البروب تك او التكنولوجيا في التطوير العقاري ممكن تبقى حاجه عامله زي الكهرباء كده، اللي هي موجوده في كل مشروع بس محدش حاسس بيها، اللي هي خلاص بقت جزء اساسي؟ 100%. متاكد 100% قولا واحدا. وانا بقول لك يعني لو رحنا لقدام شويه وصلنا ل 2030 مثلا، more than 90% من السايكل بتاعه العقار في مصر هتبقى حاصل لها اوتوميشن كامل. يعني من اول بقى الCRM وانت جاي كده، بمرورا بالرسم الهندسي، مرورا بالكاميرات اللي هتتحط على المواقع عشان تعمل السنسورشيب للانسبكشن بتاع الموقع في الكونستراكشن، يعني في الاخر حاجات كتير جدا هيحصل لها تحول تكنولوجي لاستخدامه. انت دلوقتي بقت المولز، انت بتخش المول في تكنولوجيز بتستخدمها في الريتيل اكسبيرينس عشان وانت معدي، لو انت باسم راجل داخل فيجيله البروموشنز بتاعت محلات الملابس الرجالي، وفلانه داخله يجي لها البروموشنز بتاعت البرفيومز الحريمي، وهكذا. فده بقى بيحصل هنا في مصر على فكره، مش بقول بعيد يعني. والكاميرات بدل ما هي كاميرات مراقبه عاديه، بقت كاميرات بفيس ريكوجنيشن عشان يشوف لو انت جسمك كان حاطط جهاز ولا حاطط اي جسم غريب في جسمك، فيعمل له ديتكشن ويبلغ السكيورتي. كان كله موجود دلوقتي هنا في مصر.
فانا في الاخر الهيت ماب بتاعت المباني الاداريه، عشان الاماكن اللي فيها زحمه يبقى التكييف بتاعها اعلى من الاماكن الفاضيه يهدوا التكييف فيها، الكلام ده كله يحصل باوتوميشن. فالتكنولوجي بقت موجوده وبتتحرك وبشكل اسرع مما نتخيل، وهتبقى يعني بتقفل الدايره كل فتره عن فتره. يعني كل فتره هتلاقي التشين تانية بتركب على التشين اللي قبلها عشان نقفل دايره الاوتوميشن بتاعه القطاع العقاري او السايكل العقاريه بشكل كامل from A to Z. كويس ان انت وضحت الفكره دي، لان في ناس كتيره لما بيجي في دماغها مصطلح البروب تك او بروبرتي تكنولوجي بيفتكروا بس اللي هو دخول التكنولوجيا في عمليه البيع والشراء فقط، الليستنج بالظبط. لكن احنا اكتشفنا دلوقتي اللي هو لا، داخل في حاجات كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا في كل حاجه. اوكي. يعني هو البروبتك هي التكنولوجيا العقاريه، كل ما له علاقه بالعقار طالما هيحصل له حاله من حالات الاوتوميشن او ان هي التكنولوجيا دخلت فيه، فدخل تحت امبريلا البروبتك. بس برضو يعني لما عملنا ريسيرش عشان حلقه النهارده، السوق المصري زي ما انت قلت لنا دلوقتي اللي هو في ال10 سنين اللي فاتوا اتدبل، فبقى حجمه ضخم، تمام. بس لحد دلوقتي مساهمته في البروبتك مش بتعدي 3%. طب ازاي بقى نغير الموضوع ده من جوه السوق ذات نفسه؟ بص، من الاسواق اللي سبقانا في التكنولوجيا العقاريه هي السوق الاماراتي مثلا طبعا، ولكنه برضو نسبته قليله بالنسبه للعالم. العالم حجم السوق، حجم البروبتك في العالم تخطى ال$40 مليار. حلو. ده حجم الماركت على مستوى العالم. اوكي. more than 50% منه في امريكا بس. 50% في امريكا بس. في امريكا بس. واحنا بقى هنا ايه؟ احنا هنا لا نتعدى 1-2%. اوكي. فالارقام فعلا قليله جدا ولسه قدامنا كتير. طيب بالنسبه لمصر، هي يعني بتخطو خطواتها الاولى في التكنولوجيا العقاريه، يس، ولكن بص على البوزيتيف سايد في الموضوع، ان احنا ده بعتبره ان البلد هنا او مصر لسه بلو اوشن بالنسبه للتكنولوجيا العقاريه، لسه عندنا حاجات كتيره قوي تتعمل، بس في تشالنجز. في تشالنجز اولها طبعا ان ما عندناش ريجستري، ما عندناش اندكس، احنا ما عندناش المعلومه، مش موثقه هنا في مصر. اوكي. ويمكن الدكتور شريف الشربيني وزير الاسكان كان من فتره بيدشن منصه مصر العقاريه، كان بيتكلم على الرقم القومي للعقار، والدكتور مصطفى مدبولي معالي رئيس الوزراء كان بيتكلم قبل كده، اتكلم كتير على موضوع تصدير العقار. طب تصدير العقار ده هنصدر عقار ازاي والعميل اللي هو مش مصري ومش موجود هنا وما يعرفش حاجه عننا هيعرف حاجه عن الماركت ازاي؟ وعايز يخش على حاجه يلاقي فيها أدى الاستثمار في مصر، انزل تحت شويه، أدى الاستثمار في القاهره الجديده، انزل تحت شويه، أدى الاستثمار في الحي او في المشروع اللي انت عايز تستثمر فيه، وياخد معلومات عن المشروع وياخد معلومات عن الوحده اللي هو هيشتريها. الكلام ده مش موجود عندنا. فاحنا عشان يحصل enabling للبروبتك وينمو في مصر بشكل كبير جدا، فاحنا محتاجين نبذل جهد كبير جدا في توثيق المعلومه. عشان نقدر نوصل للمعلومه بسهوله، نقدر نلاقي statistics ونلاقي اندكس ونلاقي معلومات ونلاقي المناطق فيها المشروعات، والمشروعات في معلومات عنها، ونقدر نعرف المشروع ده اتباع لمين واللي خده ده عمل بيه ايه، طب والار او اي بتاعه عامل ازاي، طب التشغيل بتاعه عامل ازاي. الحاجات دي بسهوله جدا توصل للمعلومه ديت في بريطانيا، في امريكا، في الامارات. الكلام ده كله موجود وموثق، وتاريخ العقار الهيستوري بتاعه من يوم ما بتبني لحد اللحظه اللي انت بتدور عليه فيها بتلاقيه موجود قدام عينيك. ده مش موجود عندنا اصلا. فالحاجات دي هتسهل علينا التطور ونمو البروبتك في مصر بشكل كبير جدا. فدي خطوه مهمه جدا، وحضرتك قلت اللي احنا اوريدي بنشتغل عليها، بدانا نشتغل عليها. يس. ايه تاني نقدر نعمله عشان نغير الموضوع انه الناس تبقى متقبله فكره البروبتك، ونقدر اللي احنا السوق بتاعه حجمه يكبر؟ في الاخير زي ما قلت لك، الناس اللي شغاله في الاندستري نفسها هي دلوقتي بقت اجيال فاميليار مع التكنولوجيا فهتستخدمها بسهوله. والاجيال الجديده برضو اللي بتتعامل از كلاينتس واز كاستمرز، احنا مصر فيها اكتر من
40% تقريبا من مبيعاتها مصريين عاملين بالخارج، كلهم أوكي. بيتعاملوا مع الأسواق الأخرى بالتكنولوجيا وبالمعلومة. فوجود المعلومة ووجود التكنولوجيا اللي هتغير طريقة التسويق وطريقة البيع هنا في مصر، هو مش هيبقى مستغربها ولا بيتعامل معاها بأنها فيها مشكلة بالنسبة له. فده بمرور الوقت هيحصل يعني. حلو قوي. طب وانت بتتكلم دلوقتي قلت انه البروب تك في الشرق الاوسط بالاخص في مصر بلو اوشن. هل ده معناه ان اي حد يقدر يدخل، ولا النجاح محتاج نوع معين من المؤسسين؟ ارجع تاني للنقطة اللي قلت لك عليها وانت بتسألني على موضوع الشغف. ان مش التكنولوجي بس هي اللي هتنجح البروبتك ايديا او الفكرة العقارية التكنولوجية اللي انت عايز تعملها. مش التكنولوجي. يعني في الاخير لو في حد شاطر قوي في الاي تي وسي تي او مفيش احسن منه بقى ويقدر يعمل حاجه كويسه، بس ما يعرفش حاجه على الاندستري والكاستمر اكسبيرينس والكونسيومر بيهيفير واحتياجات الناس والمعلومه اللي هو عايز يشوفها ازاي، فهو هيبقى بيطلع حاجه معزوله عن الواقع. والعكس صحيح. لو هو جوره في الاندستري نفسها وفي الريل استيت ومفيش احسن من كده، وهو شاطر قوي ريل استيت وشاطر في البروكرج مثلا، ماشي، وقرر يعمل البروبتك تول اللي هيستخدمها، بس ما استفادش بانه دور على حد شاطر في التكنولوجيا عشان يعملها له يربط ده بده، برضه مش هينجح. فهي محتاجه الرابطه دي. أوكي. الدمج ده ما بين الاندستري او الدومين اكسبرت مع التكنولوجي اكسبرت، يتحطوا على بعض كده يطلعوا حاجه كويسه. طيب شايف انه البروبتك ممكن تبقى في يوم من الايام ريد اوشن؟ ممكن تبقى في يوم من الايام ريد اوشن. مش البروبتك بس، اي تكنولوجي. اوكي. اي فكره تسويقيه جديده انت هتفكر لها في تكنولوجي انيبلنج عشان تنزلها للسوق، لو انت ما فكرتش في يونيك سيلينج بروبوزيشن للفكره دي وبنتريشن بوينت تخترق بها السوق، وقررت تيميتيت حاجه موجوده، فخلاص هي مع الحاجه التانية دي بقى اوريدي اوشن مع بعض. اوكي. ده اللي انا قصدي. يعني لازم يبقى في فكره جديده، لازم يبقى في احتياج لفكره جديده، لازم يبقى في ميزه تسويقيه او ميزه تنافسيه او حاجه هتفيد بيها الكاستمرز هو مش لاقيها في السوق. اوكي. يعني انا لو جيت دلوقتي قمت قايل انا قررت اعمل ليستنج بلاتفورم عشان احط عليه اليونتس والاسيتس ونبدا نبيع ونعمل ماشي. ما في بدل الليستنج بلاتفورم هنا في مصر 2 و3 و4. السوق يستوعب اكتر من كده لسه. اوكي. بس لو انا بقدم نفس اللي موجود بيقدمه، واللي موجود سابقني شويه، فالناس بتخش عنده اكتر وبتستخدمه اكتر، وهو بيطور في حاجته بشكل اوسع وقدر يجيب فاندز، فبالتالي عنده الامكانيات انه يطور في المنتج اكتر واكتر، فهيبقى دايما سابقني. فهو بيعلي البارير بتاعته للتنافسية معاه. أوكي. فانا لازم ادور انا هعمل ليستنج، ولكن هعمل الكومبيرنج ما بين اليونتس بشكل مختلف. هعمل اليو اس واليو اي، اليو اكس واليو اي هيبقوا شكلهم اسهل واحسن. هعمل سرعته اعلى، هعمل فيه ميزه مختلفه، هدور على فيتشر معينه في كل يونت، هصور بشكل مختلف اليونت، هجيب بالناس بروفيشنال فوتوغرافرز عشان يصوروا اليونتس بشكل يبقى فيه تميز عندي. المهم ان انا لازم ادور على ميزه تنافسيه اخترق بها السوق. لكن لو هنتكلم على الماركت سايز، لا الماركت بتاعنا لسه كبير. احنا عندنا 110 مليون بني ادم بياكلوا ويشربوا ويشتروا عقارات. والمصريين بطبيعتهم يعني هو في جيناته شراء الطين. كان زمان الناس تسافر السعودية عشان او تسافر الخليج يعني يشتغل، عشان هو ما عندوش حاجة غير انه اول حاجة يعملها يبني البيت. اوكي. فبالتالي شراء العقار ده في جيناتنا ان احنا لازم نشتري. طب ومصر فيها 1,000,000 واحد بيتجوزوا كل سنة. حقيقي. معنى ذلك في 1,000,000 شقة بتطلب عشان الناس تتجوز فيها كل سنة.
فالماركت صح ولا لأ؟ يسمح بده. صح صح ففي صح. ماركت عندنا مليون ده اكتر من دول. مم. ده رقم بس هو حقيقي. بتاع الجواز حقيقي في السنه في السنه. ف... فالماركت يسع الناس، ولكن محتاج تبقى دايما عندك يونيك سينيك بروبوزيشن تقدر تخش بيها وتخترق بيها الماركت بشكل متميز. اوكي انا متاكد اجابه السؤال اللي انا هقول لك دلوقتي ده انت رديت عليها اوريدي، بس انا عايزك تقولها لي في نقط. لو مثلا قلنا انه في رائد اعمال دلوقتي عايز يبدا بروب تك ستارت اب، ايه الثلاث اخطاء اللي لازم يتجنبها؟ انه يبتدي بدون ريسيرش. دايما اي رائد اعمال وهو جاي يبتدي الستارت اب بتاعته بيقعد بيرسم الفكره، ماشي، بعد كده يقعد يلمع في الفكره، بعد كده يقعد يشوف هينفذ الفكره ازاي. فمن كتر ما هو قاعد على الفكره هي فول ان لاف مع الفكره، اوكي بيقع في حب الفكره، فبينسى احتياج الماركت. اوكي فده اول وتاني وتالت خطأ بيحصل، انك تقع في حب المنتج بتاعك. دونت فول ان لاف. دي غلطه. يس، دي غلطه كبيره جدا، غلطه كبيره جدا. أوكي. انك لما تقع في حبه هتدافع عنه باستماتة حتى لو كان محتاج تطوير او محتاج اعدام. يعني أوكي. في الاخر المنتج بتاعك ده انت عامله عشان احتياج كاستمر، فارجع دور على الكاستمر الاول، دور على الديماند، شوف الاحتياج بالظبط، شوف الاكسبيرينس بتاعت العملاء دي، هم يحتاجوا المنتج بتاعك باي شكل. هيحتاجوا المج ده لونه عامل ازاي، حجمه عامل ازاي، يتمسك باليمين ولا بالشمال. بعد ما اخد احتياجه اروح انفذ واطور فيه عشان يعجبه اكتر بقى. بس في الاخر طب لو انا عملته وبعد ما جبته الناس مش عاجبها بس عاجبني انا وانا بحبه، هفضل مكمل لحد ما اقفل. فهمت الفكره. جماعه باسم دلوقتي بيقول لكم ما تقعوش في حب الستارت اب بتاعكم 100%، بس ما يجيش طبعا لازم نكون بنحبه اعتقد، بس ما يجيش على حساب الماركت ريسيرش. يس. اوكي. النقطه الثانيه هي يمكن دي ذكرت في القرآن، يعني انك وانت بتختار الفريق اللي هيشتغل معاك في مواصفتين مهمين: القوي، الامين. اوكي. القوي ده يعني ذو الكفاءة، لازم يكون كفء، بيفهم في الشغل. مش هعين حد يشتغل معايا عشان هو بس صاحبي. هو صاحبي ده حاجة مهمة، ولكن مش بس عشان احنا صحاب فاحنا هنشتغل مع بعض. لازم يكون بيفهم وبيعرف في الشغلانة. اوكي. والامين اللي هو امين عليا وامين على البيزنس وامين على التاسك اللي هيبقى موكله ليه، خصوصا ان انت في مراحل رواد الاعمال في البدايه بيبقى اعدادهم مش كبيره، فريق العمل ما بيبقاش كبير، فكل واحد بيبقى مسؤول عن ملف كامل. صح. فلو ما كانش بالكفاءه الكامله انه يشيل الملف ده، وما كانش بالامانه من الامانه بمكان انه يتحمل مسؤوليتها فعلا وما يحصلش فيها اي نوع من انواع الليكج فيقدر يحقق ويعمل، ده هيفرق جدا جدا في نجاح البيزنس ده. وده حصل في كتير من الستارت ابس اللي وصلت لمرحله جيده جدا. لما تقعد تدور بتلاقي الفاونديشن تيم كان احد الاسباب الكبيره جدا جدا في نجاح البيزنس. فلازم نختار الفاونديشن تيم بدقه جدا. يس. اوكي. النقطه الثالثه والمهمه هي ان انت دايما بتبص وراك وانت ماشي. بمعنى الستارت ابس برضو الطموح بيخلي الشغل بينسيك الديستنيشن اللي انت ماشي فيه، انت رايح على فين. بمعنى ايه؟ انا ممكن اكون رايح اسكندريه، بس وانا ماشي رايح اسكندريه لو حصل ديفيشن ولو نسبه صغيره خالص وانا مش واخد بالي على الطريق وكملت، هوصل دمياط في الاخر، مش هوصل اسكندريه. اوكي. فلازم كل شويه ارجع ابص على المايلستونز بتاعتي، وانا رايح اسكندريه المفروض بعد ساعه اوصل الماستر. فانا لو ما وصلتش الماستر يبقى في مشكله، فانا غلط. لازم ابص ورايا اشوف انا ما روحتش الماستر ليه. صح. فده برضو المثال اللي انا بقوله ده ينطبق على الستارت اب بتاعتك وانت بتتحرك في البيزنس بتاعك. لازم كل شويه اقف نقطه نظام، هو احنا كنا رايحين فين؟ الدنيا اللي احنا ماشيين فيها دي تمام؟ المايلستون اللي كان المفروض اوصل لها وصلت لها ولا لا؟ طب لو ما وصلتش ما خليش الكاروتس اللي محطوطه قدام عينيا بتجريني على طريق ممكن يكون مش هو اللي هيوصلني اسكندريه في الاخر. حقيقي.
صح. لا، نقط مهمه جدا. لازم اي حد بيفكر اللي هو يعمل حاجه ليها علاقه بالستارت اب في البروب تك لازم يتجنب الاخطاء دي عشان يعرف يوصل للحاجات اللي هو عايز يوصل لها. طيب خلينا ننقل بقى كلامنا عن فكره تانية، والفكره دي مؤخرا كانت ترند شويه، وهي الملكيه الجزئيه. أم، هي انت شايف اللي هي موجه مؤقته وترند، ولا فعلا هتغير طريقه البيع العقاري في مصر؟ بص، الملكيه الجزئيه او الفراكشن اونر شيب، انا بقول هي في ظاهرها ترند دلوقتي، هي اليومين دول ترند. ولكن هي ما تقعد تبص عليها، ما هو ده الاقتصاد التشاركي. ما احنا مم. من 3 4 سنين ايه، من 5 6 سنين ظهر سويفل وكريم واوبر. دول اوكي. ايه؟ ما هو ده اقتصاد تشاركي. ما تيجي نتقاسم مع بعض كده في الانتقالات، في اندستري الانتقالات، مهم. صح ولا لا؟ صح. بعد التاكسي اللي هو الابيض والاسود اللي كنا بنتحرك بيهم، صح. فبقى في حاجه اسمها الاقتصاد التشاركي. فنفس الفكره بالظبط، بس هي وصلت بقى للريل استيت بفكره الفراكشن اونر شيب او الاقتصاد التشاركي. بس انت كنت لسه من شويه بتقول ان المصري بيحب اللي هو يشتري الطين وبيحب اللي هي يبقى بتاعه. ما هو هيشتري. ففكره الشراكه ايه؟ يس، انا ما قلتش ان هو مش ما بيحبش يشارك، مم. ولكن هو هيملك هنا. خلي بالك ده غير التايم شير خالص. ما انا كنت على فكره ده السؤال الجاي للمحاضره. اهو ازاي اصلا اشرح لواحد الفرق ما بين الاستثمار التشاركي والتايم شير؟ التايم شير هو تايم، معناه الحرفي، الترجمه الحرفيه ليه تايم شير. انا بشتري شراكه في جزء في الاستمتاع بهذه اليونت، ولكن اليونت بتاعتي لا، مش بتاعتي. اوكي. لكن هنا اتس اونر شيب، فول اونر شيب، ولكن انت بتشتري جزء من العقار. فالابريشيشن اللي بيحصل انت بتستفيد بيه، الاستخدام بتاعه انت بتستفيد بيه، تقدر تبيعه وتشتريه. اقدر ابيعه واشتريه، اقدر اعيد بيعه، اقدر اورثه لاولادي او اورثه لاولادي. فهو في الاخر مختلف تماما عن التايم شير. الاقتصاد او الفراكشن اونر شيب مختلف تماما. بغض النظر بقى انت بتعمل فراكشن اونر شيب، البيزنس ده هتبقى بتعمل له فراكشن تو يوز عشان استخدمه، زي اللي بيحصل في الجونه ابارتمنت وغيره. صح. من الحاجات اللي موجوده هناك، الحاجات الساحليه وما شابه، وناوي شيرز اللي اشتغلوه في الساحل السنه اللي فاتت، ولا انا ولا بشتريه فراكشن اونر شيب تو انفست. بالظبط. وده ما بستخدموش ولا بخشه، زي ما حصل في تايكون تاور بتاع نايل بيزنس سيتي، لما قالوا انت هتشتري جزء من الغرفه الفندقيه، ولكن احنا اللي هنشغل ميلينيوم، هم اللي هيشغلوا الغرفه الفندقيه ويطلعوا لك منها العائد، وهكذا. فانت في الاخر الاستخدام بتاع او الهدف من الفراكشنال ده، بغض النظر عن الهدف، هو الفراكشن بيساعد بشكل كبير جدا على دخول شريحه اكبر من العملاء ما كانتش عندها القدره على انها تنفست او تستثمر لوحدها في العقار لوحدها. فقرروا ان هم يحطوهم مع بعض في جمعيه عشان يخشوا يستثمروا مع بعض وكلهم يستفيدوا. مرتبطه بايه؟ مرتبطه بالريجيليتور او اللي قائم على عمليه الفراكشنال ده، المنظم ليها، انه يكون اهل ده. بمعنى يكون شركه كويسه تثق فيها، تثق في انها تطلع لك المشروع، هتسلمك اليونت بتاعتك لو انت هتستخدمها، زي الحاجات اللي في الساحل او الحاجات اللي في الجونه والمناطق الساحليه، والمناطق الترفيهيه وما شابه، الفاكيشنال يونتس وما شابه يعني. او تكون شركه قادره على تشغيل المبنى لو انت بتشتري منها عشان وهتستثمر، وهيدوك عوائد من وراء هذا الاستثمار على البورشن اللي انت اشتريتها. فلازم تكون واثق ان هم عندهم القدره على انهم يشغلوا بجد، وعندهم القدره على انهم يطلعوا العوائد دي بجد، وجايبين تشارتد اكاونتنت عشان يقدر ينظم العمليه الحسابيه والحسابات والارقام، ويعمل اوديت ويديك تقارير. انت مالك، فانت محتاج تبقى قادر توصل للمعلومه. صح. فلازم يكون انت بتشوف انت بتشتري اليونت بتاعتك بنظام الفراكشن اونر شيب دي من مين. ده مهم جدا جدا انك تفكر في الديفلوبر اللي انت بتشتري منه بالطريقه ديت، او البلاتفورم اللي انت هتشتري منه بالطريقه ديت هيوصلك لحد فين. مش مجرد ان انا افرح باني اشتريت، لازم ابص على الاكزيت قبل الدخول. صح. اوكي. طيب يعني عشان انت برضه ما ردتش على السؤال صراحه كده، شايف اللي هي ترند ولا لا هتفضل مكمله معانا؟ شايفها ترند. لا صراحه انا مش شايفها ترند، وشايفها بتكمل وهتكبر كمان. سوق الفراكشنال اونر شيب او الطريقه بتاعه الشراء عن طريق الفراكشنال اونر شيب في مصر هتبدا تكبر اكتر واكتر الفتره الجايه. حلو قوي. بالمناسبه
وده بيضع عبء على الحكومه وبيضع عبء على الريجيليتورز ومنظمي العمل والسوق العقاري في مصر، مهم. ان احنا نبدا نفكر كمان في فكره الكراود فاندنج. الكراود فاندنج مش متاح في مصر، غير قانوني، مع انه موجود بره، ولكن هو هنا في مصر غير منظم من قبل هيئه الرقابه على سوق المال. وده يمكن يكون محافظ على السوق بتاعنا من اي نوع من انواع التلاعب في الفلوس والارقام. طب ممكن بشكل... برضو تشرح للناس اللي ممكن ما يكونوش عارفين ايه هو الكراود فاندنج؟ الكراود فاندنج هو ان يتبني ويندو او زي ما بيقولوا محفظه استثمار على مشروع معين، والناس تقدر تشارك فيه انها تستثمر في المشروع ده من البدايه. اوكي. فكل الناس تحط اسهم في تجميعة الفلوس في المشروع دوت، عشان في حد بيلم ده بقى ويروح هو ياخد الاستثمار ده ويروح يستثمر on behalf of them، يعني يشتغل بالنيابه عنهم. ده مش مرخص هنا في مصر. طب وده هيساعد هو كمان زي الفراكشن اونر شيب؟ يس هيساعد، بس الحاجات دي كلها فكره ان مصر عامله كنترول على حركه الاموال في مصر، وهيئه الرقابه على سوق المال ريستريكتد جدا في الحاجات دي، والبنك المركزي في الامور اللي لها علاقه بالفلوس ريستريكتد جدا. ده مفيد جدا للسوق المصري عشان اكون امين جدا. اوكي. ولكنه محتاج تقنين عشان نبقى بنساعد على زياده حركه السوق بشكل اكبر، دخول شريحه من المستثمرين ممكن يكون ما عندهاش القدره على انها تخش دلوقتي. كل ده محتاج يحصل بشكل كبير الفتره الجايه. اوكي. عايز بقى اخش على حته، بما اننا بنتكلم على التكنولوجي تقريبا في الحلقه النهارده، واعتقد ان جزء كبير من التكنولوجي خلاص ايقنا واقتنعنا اللي هو هيبقى جزء كبير منه جدا هو الذكاء الاصطناعي او الاي اي. الاي اي دلوقتي بيعمل كل حاجه، وممكن يدخل في كل المجالات. يعني ممكن يخش في التصميم، ممكن يخش في التصاريح، ممكن يخش في التسويق. انت شايف انه اهم نقطه يبدا منها في مصر ايه؟ يبدا منها الاي اي، الذكاء الاصطناعي. هو ما استناش حد يدخله، هو يعني هو خلاص لوحده فتح ودخل. يعني هو في الاخر الاي اي مستخدم في كل القطاعات او في كل الستبس بتاعه القطاع العقاري دلوقتي، وفي كل انشطه البروبتك في مصر دلوقتي حاليا. اوكي. يعني لو جيت تبص على الليستنج، البلاتفورمز اللي عامله ليستنج في مصر دلوقتي كلها بتستخدم الاي اي في ان هي تشوف رغبات العملاء اللي بيخشوا يدوروا، فيطلعوا له السيميلر برودكتس اللي هو بيحبها عشان هو يستخدمها، او يطلعوا له الحاجات اللي يميل ليها. طب الديجيتال ماركتنج عامه كله دلوقتي، انت لو دخلت بس بصيت تقلت في البصه شويه على اعلان، بتلاقي 500 اعلان طالع لك زي لو قعدت عليه ثانيه ونص خلاص كده 4 اعلانات بعديها على طول. فده كله اي اي. الاي اي بيستخدم دلوقتي في السنسور شيبس وتولز والكاميرات والحاجات اللي علاقه بالصوت والحاجات اللي علاقه بالموشن ديتكتورز وكل الكلام ده فيه استخدام للاي اي بشكل كبير جدا. اللي بيستخدم طبعا في السي ار ام والداتا اناليسز والداتا ساينس والداشبوردز والكونكشن ما بين المعلومات عشان تقدر تطلع بينهم ريليشنز، تطلع منها نتيجه تانية، تروح تعمل حاجه تانية. كل الحاجات ديت فيها اي اي دلوقتي. فالاي اي موجود في كل حاجه، ما استناش حد يعني. ما استناش حد يقول له اتفضل. بس انا عارف طبعا ان في شركات عقاريه كبيره دلوقتي بدات تستخدم الاي اي في تحليل طبعا سلوك العملاء. بس انا كباسم مثلا انا مش مستعد ان انا اصدق توصيه الجوريثم بدل خبير بني ادم قدامي. متخيل انه اغلبيه الناس ممكن يبقوا زيي ولا ممكن يبقوا عكسي؟ لا اغلبيه الناس مش زيك، لان اغلبيه الناس هم جايين يعني هو الجيل اللي طالع دلوقتي جينزي هم more than 60% منهم بقوا بيستخدموا توصيه الشات جي بي تي في اي حاجه بيستخدموها. ده بيستخدموه دكتور نفسي كمان. ما عادوش زينا لما يبقى يدور على المعلومه يروح يشوفها على الانترنت يدور عليها بنفسه. لا هو خلاص بقى بالنسبه له ده الايجنت اللي بيساعده في حياته. فاذا هو بيتقبل نصيحته وبيتقبل توصيته، ماشي. فهيروح في الترانزاكشن وهو بيستخدمه في العمليه البيعيه هيتقبل منه التوصيه برضه. بس ده هياخد وقت. ليه؟ لان احنا دلوقتي جان زي ولسه صغيرين، لسه ما وصلوش للمرحله اللي هم يقدروا اللي هم يشتروا عقارات.
يس. فمعنى كده اللي هو هياخد وقت. لكن الجيل اللي قبله اللي احنا مثلا هنقدر بجد نصدق الجوريثم اي اي انه هو قال لي ده كويس فانا هروح اعمل ترانزاكشن بنسبة هيفضل معانا الراجل الطيب اللي بيكلمنا في التليفون وهو ده اللي هيبيع لنا، صح؟ ماشي. ولكن في انفلونسر عليا وانا جاي اشتري الشقة، ولادي هيساعدوني في ان الاقي اوبشن واثنين وثلاثة، فدول اوكي دول ديسيشن انفلونسرز عليا. ده اول نقطة. النقطة الثانية هي ان بمرور الوقت العملية البيعية العقارية بتتغير واحنا مش واخدين بالنا، يعني قاعدين بيحصل نزوح واحنا مش واخدين بالنا. بمعنى انا في 2011 انا بقول لك دخلت السوق العقاري في 2011 حقيقي. 2011 كنا طريقة التسويق الوحيدة بالنسبة لنا كانت ايه؟ ننزل اعلان في الوسيط يوم الجمعة وننزل ربع صفحة في الاهرام يوم الجمعة، ودول هم دول اللي بيجيبوا الكولز اللي بنشتغل بيها طول الاسبوع. اوكي. ونجدد الباقة الجمعة اللي بعدها، اهرام الجمعة واعلان الوسيط. كانت هي دي وسيله التسويق الوحيده صح. بالنسبه لنا صح. اللي بنسوق بيها. طب لو احنا شطار والشركه بتاعتنا اكبر شويه بناخد السنتر فولد بتاع الاهرام اللي هم الصفحتين اللي في النص. هي دي كانت الطريقه اللي بنسوق بيها. بعديها بدا يظهر السوشيال ميديا، بدا يظهر فيسبوك، بعدين بدا من كام سنه بقيه البلاتفورمز تظهر ويبقى عليها تسويق. والوقت تيك توك بقى عليه تسويق عقاري، مع انه كنا بنقول ده بتاع الولاد الصغيرين واللعب والحاجات والفيديوهات الصغيره ملوش علاقه بالبيعه التقيله بتاعه العقارات دي. بقى وسيله تسويق كبيره. وانت ماشي كل شويه بتلاقي في تغير في الطريقه البيعيه. دلوقتي بقى more than 80% من المبيعات عن طريق الاندايركت سيل، عن طريق بروكرز. صح ولا لا؟ صح. مع ان ده ما كانش زمان. كان زمان الدايركت سيل والديفلوبر يروح يجيب العميل والعميل يجي يشتري منه مباشر، وقلما لما بتلاقي بروكر في النص. والناس ما كانتش بتحب الحكايه دي. دلوقتي ما عادش حد بيشتري غير عن طريق بروكر وهو متقبل ده عادي. اوكي. فاذا وانت ماشي السلوك بتاع المستهلكين بيتغير في اتمام العمليه البيعيه. بس معنى الكلام اللي انت بتقوله ده دلوقتي يا باسم انه الذكاء الاصطناعي هيعمل بروبرتي كونسلتنت بيفكر بالبيانات مش بس بالحدس. فمعنى كده انه البروبرتي كونسلتنت او السيلز او وات ايفر المصطلح اللي احنا بنستخدمه في المستقبل هيختفي. في الايه؟ في المستقبل هيختفي. لا مش هيختفي. هو هيبقى اشطر لو عرف يستخدم البيانات دي هو نفسه قدر يستخدمها استخدام امثل. بمعنى ايه؟ يوتلايز فكره الاي اي، يوتلايز فكره الداتا اناليسيز. ماشي. في الاخر التحليل المعلومات اختلف تماما دلوقتي. احنا عمرنا ما كنا نتخيل ان انت لما تيجي تترجم صفحه كنا دايما لازم نجيبها يا اما وورد يا اما ناخدها كوبي وبيست. صح ولا لا؟ لكن دلوقتي انت هتنفع ترمي له الصوره وهو هيقرا الصوره ويترجمها ويديها لك تكست بلغه تانية. ما كناش متخيلين انه ممكن تحط له صوره وهو يحلل لك الصوره ويشوف الالوان ويشوف المكان ده فين ويديك معلومات عنه. الكلام ده كله بقى موجود دلوقتي. فاذا تحليل المعلومات اختلف تماما دلوقتي. فشطاره المسوق العقاري دلوقتي انه ازاي يعرف يوتلايز تحليل المعلومات المختلف الاقوى والاعمق اللي موجود دلوقتي ويطلع منه شطاره مسوق عقاري مختلف تماما عن اللي كان قبل كده. اوكي. طيب انت كباسم ايه الحاجات اللي انت شايف اللي هي ناقصه في سوق تكنولوجيا العقاريه او تكنولوجيا العقارات ومستعد تستثمر فيها لو لقيت فكره متميزه فيها؟ ما انا قلت لك باسم لسه في حاجات كتير قوي. لا انا عايز اسمع منك حاجات معينه مش عايز اسمع افكار، عايز اسمع منك حاجات معينه. يعني مثلا الفراكشن اونر شيب دي من الحاجات اللي لسه فيها كتير قوي في مصر وحلولها كتيره ونقاط التميز اللي ممكن تطلع بلاتفورمز تشتغل في الفراكشن اونر شيب في مصر اكتر بكتير جدا من اللي موجوده حاليا. لسه بتاخد خطواتها الاولى. الفاسيلتي والبروبرتي مانجمنت، الابليكيشنز اللي ممكن تدير المباني الاداريه والمباني التجاريه والمباني السكنيه والكوميونيتيز الموجوده ديت، الجيتد كوميونيتيز الموجوده دي كلها. كل البلاتفورمز الخاصه بالموضوع ده اللي موجوده حاليا ينفع يحصل فيها تطوير كبير جدا او يتعمل غيرها اصلا يتعمل لان حجم الماركت اكبر بكتير جدا من اللي موجود. الليستنج
يحصل تطوير كبير جدا في بريطانيا فيها زبله من الجاينتس والبلاتفورمز كبيره جدا في الليستنج في بريطانيا. زيلو في امريكا من البلاتفورمز الكبيره جدا في امريكا. عندنا في مصر لسه ما وصلناش لان الماركت بتاعنا يحصل له استيعاب كامل بليستنج بلاتفورمز تقدر الناس تعتمد عليها اعتماد كلي، وفيها داتا وفيها معلومات وفيها تكنولوجي تقدر تستخدمها. اوكي. الكوميونتي مانجمنت الجيتد كوميونيتيز دي، ومش الجيتد كوميونيتيز بس، كمان الاحياء في كتير من الاماكن بيبقوا محتاجين كوميونتي مانجمنت بلاتفورم يقدر يحصل نوع من انواع النتوركينج والشيرد فاسيلتيز ما بين الجيران وبعضهم، ويتكلموا مع بعض ويبعتوا بعيدا عن البلاتفورم بتاع الديفلوبر نفسه اللي بيبعتوا عليه ريكوستات خدمه العملاء تعالى صلح لي اللمبه وخلاص. لا، عايزين حاجه يقدروا ينجيجوا مع بعض بيها. في حاجات كتير جدا. انت شايف ان في حاجات كتير جدا. طيب انا دايما بحب اختم كلامي في البودكاست واسال سؤال للضيف اللي بيكون موجود معايا. عايز اعرف منك انت بوجه عام شايف مستقبل السوق العقاري عامل ازاي؟ لان طبعا زي ما في كلام كتير بيتقال وتخوف وبابل ومش بابل واسعار هتنزل واسعار هتعلى، انا عايز اعرف انت كبني ادم شغال وخبره في المجال ده جدا بقالك سنين طويله، نظرتك للمستقبل عامله ازاي؟ انا متفائل جدا، وشايف ان السوق العقاري في مصر من الاسواق الواعده جدا، وفعلا هو بيقود قاطره الاستثمار والاقتصاد في مصر، وهيكمل كده لسه شويه كتير. اللي بيحصل، النهضه اللي حاصله في الطرق في مصر مساعده على وصول الناس لاماكن ابعد وتمدد عمراني بشكل اسهل وايسر. وسائل المواصلات المختلفه اللي بدات تتعمل في مصر وفيها هيفي انفستمنت دلوقتي، زي المونوريل والقطار الكهربائي والقطار السريع والاتوبيس الترددي وغيره، والطرق والكباري. الحاجات دي على فكره لها دور كبير جدا 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 في النهضه العمرانيه القادمه، لسه ما جتش، القادمه في مصر، وسهوله الوصول للمدن الجديده وللتمدد العمراني اللي بيحصل. فده بيفتح حجم ماركت كبير جدا، فضلا عن ان مصر مش كان في ازمه اقتصاديه من سنتين او من 3 في لبنان؟ لبنان بلد عزيزه علينا، وانا رحت لبنان كتير جدا وبحبها جدا، من احلى البلاد اصلا. ولكن في الاخر هم حلولهم كانت ضيقه، لان هم بلد قد كده وحجمها قد كده وما فيهاش تمدد عمراني وما فيهاش ريسورسز، ما فيهاش اسيتس، ما فيهاش حاجه يعملوها. لكن احنا عندنا مصر فيها من الخيرات الكثير والكثير. فالساحل الشمالي مثلا لوحده ده حجم تمدد واستثمار ومنطقة جاذبة للاستثمار الخارجي وجاذبة للمستثمرين سواء كانوا اند يوزر او مطورين، مرعبة على مستوى العالم. قطعة ذهب يعني. في الاخر انا كنت قاعد مع احد المطورين فبقول له الساحل ايه انا رحت قبل كده شاطئ الريفيرا في كان ونيس، فبقول له، قال لي طب مش انت رحت هناك ده الساحل القبلي، لان ده مش البحري، يعني البحر المتوسط، احنا البحر بتاعنا بتاع الساحل هو ده البحري، صح. فلذلك البحر عندنا احلى والجو عندنا احلى، جو مش قافل. فبالتالي احنا عندنا قطعه ذهب فوق اسمها الساحل، وعندنا قطعه ذهب تحت على البحر الاحمر اسمها الساحل بتاع البحر الاحمر وسهل حشيش والجونه والغردقه وما شابه. عندنا قطعه ذهب اسمها سينا بكل ما فيها. ففي الاخر الرقعه العمرانيه في مصر جاذبة جدا للاستثمار الخارجي، وجاذبة جدا للسوق بتاعنا، سوق كبير جدا يستحمل لسه شغل كتير جدا. شطارتنا في اننا نستثمر ده ونشتغل عليه وننور ده وكمان مهم جدا جدا ان الدولة نفسها تشتغل على الناشونال براندنج. صح. احنا شفنا مطورين لما جابوا نجوم عالميين عملوا بيهم بعض الاعلانات السنه اللي فاتت والسنه دي، حجم الماركت وحجم المبيعات عمل ازاي، وحجم الفورينرز اللي جم اشتروا بناء على الاعلانات دي. طب هاتي نموذج اهو، في كيس ستادي قدامنا اهي. صح.
ما نيجي نعمل ناشونال براندنج. انا ليه ما نشوفش فيزيت ايجيبت على تيشرتات نادي من النوادي العالميه، صح. زي ما رواندا عامله وزي ما سريلانكا عامله؟ يعني ليه ما نشوفش حاجه؟ ليه ما نشوفش اعلان لينا على CNN فيزيت ايجيبت زي فيزيت قطر وفيزيت دبي وفيزيت؟ بس اعتقد ان ده فعلا بدا يحصل في الوقت اللي فات. كانت بتنزل اعلانات في التايم سكوير مثلا في نيويورك. انت محتاج يحصل ده بشكل من اشكال السستينابيليتي، يعني لازم أوكي. يحصل. الزن على الودان اقوى من السحر. ولازم تكلم الناس بلغتها. يعني مره انا شفت كامبين كانت موجوده في مصر، او دور كامبين موجوده جوه مصر ومكتوب عليها استثمر في مصر بالعربي. فلما شفتها على الاول دور وانا ماشي يعني قلت يا ربي، استثمر في مصر بالعربي على اول دور في التجمع الخامس، انت بتكلم مين؟ يعني استثمر في مصر دي بتكلم بيها مين؟ ودفعت الفلوس في الاول دور دي ليه؟ أوكي. يعني دفعت الفلوس في الاول دور ده ليه؟ انا عايز اكلم الناس بلغتها وفي الميديا تشانلز بتاعتهم اللي هو بيتفرج عليها. فلو هو بيتفرج على CNN انزل له الاعلان هناك يدعو للاستثمار في مصر باللغه الانجليزيه، وهكذا في ايطاليا باللغه الايطاليه، صح. في روسيا باللغه الروسيه. فده يساعد على الناشونال براندنج، ده هيساعد جدا جدا على جذب الاستثمارات لمصر، مع التغيرات اللي بتحصل في وزاره الاستثمار وفي الريجوليشنز اللي بتحصل في تسهيل العمليات الاستثماريه والاستثمار. سيد رئيس من 3-4 اسابيع كان في زياره في قطر والكويت، واكد عليهم ان احنا بنأمن لكم استثماراتكم ان هي تخش وتخرج بسهوله، وده يساعد ويأمن جذب الاستثمار لمصر بشكل كويس. كل دي حاجات هتساعد. ففي الاخر في ماركت، وانا متفائل ان هو بيكبر يوم عن يوم. ولو بصيت الناس السنه اللي فاتت قالوا والله السنه اللي قبل اللي فاتت الناس اشترت عشان كانت خايفه على الدولار اللي كان قاعد بيزيد. طب السنه اللي فاتت كان الدولار ثابت ما كانش فيه حاجه. مصر باعت السنه اللي فاتت ب2.5 تريليون جنيه طبقا لتصريح المهندس طارق شكري نائب رئيس لجنه الاسكان في مجلس النواب. 2.5 تريليون جنيه، بزياده 1.5 تريليون عن السنه اللي قبلها. فاذا مصر يعني ده ارقام ضخمه جدا جدا، حجم ماركت مرعب. فاحنا عندنا القدره على اننا ننمو بيه ونكبر اكتر واكتر. محتاج الناس كلها يبقى عندها الهمه ونشتغل ونطور ونعمر ونشتغل باذن الله. باسم، انا عايز اشكرك جدا على حلقه النهارده، لان انا متاكد ان اي حد بيتفرج عليها دلوقتي حالا بجد هيطلع بمعلومات كتيره جدا ممكن تفيده في حياته الشخصيه او حتى في الكارير بتاعه. فانا بشكرك جدا ان احنا نكون، انا استمتعت جدا بقعدتي معاك والله يا باسم، ويعني اتمنى نكون فيدنا الناس باي حاجه يعني. وهني الحلقه اقول لكم انه ما تصدقوش اي كلام من اي حد. لو عايزين تسمعوا الكلام الصح لازم تروحوا للناس الخبراء في المجال، زي مثلا باسم الشربيني الرئيس التنفيذي ومؤسس شركه اتقان كونسلتنسي، وتيجوا عندنا في البودكاست دايما. الحلقات الجايه من ليدز كاست اكيد هيكون فيها معلومات كتيره، فهشوفكم في الحلقه الجايه.